لك المجد الذي باعوه في سوق الجبنات. ارقدي بسلام يا نهال، لك ما شئت من الحلوى ومن شد العصافير. كلها كلمات وعبارات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. ما إن وقع الخبر كالصاعقة ليس على عائلة الطفلة نهال فقط، بل على كل الجزائريين. فحتى الساحة الثقافية فزعت لهول هذه الفاجعة ولوحشية هتك عرض الفتاة التي لا تلوى قطفتها. فمنهم من تحركت ريشته لترسم بسمة هذه الطفلة البريئة، وآخر بكاها بكلمات علها تطفئ حرقة فراقها، ومعزوفات تذكرنا بحركاتها وبراءتها الجميلة. يعني الفنانين والكتاب بشكل عام يعني هما بصراحة يعني هما هشين يعني وحساسين أكثر من اللازم، أكثر من غيرهم. يعني مفروض أنه قلوبهم تتكسر وتنفتر يعني من هذا وأنا أعرف أن هناك الكثير من زملائي الكتاب والفنانين والمسرحيين يعني كلهم كانوا حزينين جدا جدا يعني. وفي الحقيقة هناك غضب كذلك. أنا شخصيا أنا غاضبة جدا، ولست فقط حزينة، أنا حزينة فعلا ولكنني غاضبة. الملك الوديع نهال سمحند تضاف إلى قائمة الأطفال المختطفة براءتهم. فكلما تمعنت في نظرات هذه العيون البريئة سمعت تلك الصرخات في قلبك تدوي بحرقة وتقول: ما ذنبنا نحن لنكون ضحية هذه الوحوش البشرية؟